فالناس اللي عايزه تستمر في العلاقات ومش عايزه علاقتها تبوظ ولا عايزه تقف في النص لازم تلتزم بحاجات، سواء شاب او بنت. خالد، شكرا يا خالد. سواء شاب او بنت لازم يلتزموا انك لما تحب ترتبط او انت تحبي ترتبطي، خصوصا البنات، مش بعد اول مقابله ولا تاني مقابله او بعد لما تشوفيه كام مره تبقي محدده هدفك ان انت هتتجوزيه. الاحلى ان انت لما ترتبطي تبقي بترتبطي بصديق، رفيق، تعرفي تتكلمي معاه. انت كمان مش حلو ان انت تبقى مقرر تتجوز ورايح داخل على جواز. الاحسن ان انت تبني اساس للعلاقه، ان يبقى بينكم لغه حوار، انكم تشوفوا بعض على حقيقتها، تتكلموا مع بعض، يبقى بينكم انشطه مشتركه، حوارات مشتركه، اهتمامات مشتركه، او حتى تعرفوا تتفاهموا مع بعض. لما يكون بينكم مشكله تعرفوا مين اللي هيعتذر لمين او هتحلوها ازاي. ما يبقاش عندكم تمثيليات. دي الحاجه التانيه بقى، ان محدش يخش العلاقه وهو بيتقمص شخصيه جديده. البنات بتتقمص شخصيه جديده والشباب كمان بيتقمصوا شخصيه جديده. تيجي البنت مكسوفه تاكل، فاشونيستا كده في نفسها، كل الميك اب، لازم تخرجي معاه وانت مش حاطه ميك اب، ما هو هيشوفك وانت مش حاطه ميك اب. لازم تكوني على طبيعتك في بعض الوقت، ما ينفعش طول الوقت تبقي متأهبة كده وفاشونيستا في نفسك. لازم يشوفك في كل حالاتك. انت كمان لما تقولك انا بحب الورد وانت ما بتحبوش وملكش اي علاقة بالزرع ولا بالطبيعة ولا بكده، اعترف، ما تحسشهاش ان انت يعني فظيع في الرومانسية والورد. كل واحد يظهر بطبيعته بشخصيته الحقيقية، لانك مهما مثلت او انت مهما مثلتي كلها شهر التاني وكل واحد هيظهر على حقيقته. فيقوم هو ما يعجبوش حقيقتك دي، لانه مش هو ده اللي شافه في الاول، مش هو ده اللي اشتراه. انت كمان مش هو ده اللي هي اشتريته، هي اشترت اللي انت وريته لها، الشخصيه اللي انت عرفتها عليها. اما الشخصيه بقى اللي انت كنت مخبيها، اللي هي شخصيتك الحقيقيه، لما تظهر بعد شهر ولا 2 ولا مهما كنت متماسك بعد 3 مش هتعجبك. هتقول لك لا انا مش شاريه، مش هو ده، مش هو ده، مش هو ده اللي انا اخترته، مش هو ده اللي انا اتفاهمت معاه، مش هو ده اللي انا كنت بكلمه. انتبهوا قوي من موضوع تقمص الشخصيات ده. ضروري ان انت تظهر بشخصيتك الحقيقيه، ضروري ان انت تظهري بشخصيتك الحقيقيه. كمان بلاش الالعاب العقليه. يعني يجي الشاب من دول بعد ما يتقابل مع البنت مرة او التانية او التالتة يقوم يختفي، يقوم تتصل بيه ما يردش عليها، تبعت له رسالة يقعد يومين على ما يرد. في اول سنة او في اول كام شهر انت لو عملت كده هي هتعتبر ان ده الطبيعي بتاعك. وانت كمان لو عملتي الالعاب العقلية دي، يعني يرد يتصل بيكي ما ردش عليكي مرة ما ترديش عليه مرتين، غاب له يوم تغيب انت يومين، الطريقة دي هتخليه يبقى عارف ان انت ده العادي بتاعك. هتغيبي لك يومين ولا هتختفي يومين وبعدين هتظهري. فالاحسن انكم تكونوا على طبيعتكم. مش قادره تصبري عليه وعايزه تكلميه، كلميه علشان يبان هو هيتصرف ازاي. مش قادر تصبر عليها ولازم تكلمها كل يوم، كلمها كل يوم عشان يبان بالنسبه لك تصرفها ازاي، وتقدر تاخد قرارك السليم اذا كنت هتتجوز او لا. يبقى اول حاجه مهمه قوي انكم تبقوا داخلين الاول على صداقه، بينكم حوار وحاجات مشتركه، والحب ده خلوه على جنب، لان العاطفه ليها برضو وقت وهتخلص مع الحياه، مش هتخلص، هتتحول لموده وحب وحاجات تانية وعشره. فالاحلى والاهم والاقوى الصداقه. الصداقه هي اللي هتفضل بينكم، الحوار المشترك والتفاهم هو اللي هيعيش ما بينكم. فضروري انكم تقووه وتنموه. والتلاعب بقى بتاع اتصل بيا فانا مش هتصل بيه، ما ردش عليا فانا مش هرد عليه، دي ما قالتليش هي رايحه فين فانا والله لا موريها وسايبها يومين 3 لما تتربى، والكلام ده مش هيوصلكوا لحاجه، لانه في النهايه مش هيبينكوا على حقيقتكم،
مش هيخليها تعرف اذا كنت انت هتبقى كده معاها بعدين ولا هتبقى حاجة تانية. هو كمان مش هيبقى فاهم انت هتبقي معاه بعد كده في الجواز ازاي. وما تبقيش داخله على جواز. ده ما لحد دلوقتي ما قاليش انه هيرتبط بيا، ده لحد دلوقتي ما قاليش، ما هو مش بالعافيه، مش بالزق. ولو شافك مش حقيقيه مش هيرتبط بيكي. وبالنسبه للبنات اللي بوتوكس وفيلر وحاجات ومكياج، ما انت مش هتفضلي كده طول الوقت. لو هو ارتبط بيكي علشان المنظر اللي انت عاملاه ده، لما تروحي البيت ما هو هيرجع في كلامه. ومش هتقدري طول الوقت تبقي مستمرة على الحاجات التجميلية دي. ظروف الحياة، انت ظروفك نفسك. فانتبهوا واعتمدوا الصداقة قبل ما تفكروا في الارتباط. قبل ما تفكروا في الجواز لازم تبقوا صحاب قوي. واشوفكم على خير.